نور وين نروح؟ اليوم قررنا ان احنا نزور الارمن زو اللي تم افتتاحها في تاريخ 11/11/2011. الارمن زو موجود في الجسرة، وقررنا ان نبتدي مع الشباب. خلكم ويانا في هذه الجولة. ما ادري ايش طاح وين نروح. طبعا جوني من فصيلة الببغاوات من افريقيا، يتحكى شوي، بس يعني اول شيء كنت خايف منه، بس الحين صار حليو وبس. يعني ذبحت الكتف، يعني مو راضية على يدي. اوكي. الايمو نوع من النعام جاي من افريقيا ومن نيوزيلندا، ويعتبر شعار نيوزيلندا، ويعتبر من اقدم انواع الطيور واغبى انواع الطيور، لان ياكلون الاكل او اي شيء قدامهم لين ما تنتفخ معدتهم ويموتون، لان دائما يخافون انه ما يحصلون اكل وانهم راح يموتون من الجوع. فاي مكان يكون جديد عليهم ياكلون كل الاكل الموجود، تنتفخ معدتهم مثل ما قلت ويموتون. وعندنا هني يمكن اصدقاء بدر. النعامة هذه طبعا من افريقيا، ويعتبرون من اقوى الطيور. والشيء المميز فيهم اذا تبون تيودونهم، انا ما بسوي الحركه، بس هم من يشوفون الساعه يجون وتيودونهم باليد الثانيه، بس انا ما اخاف. بس يعني لاحظوا ان من يشوفون الساعه، اكو الساعه، شوفوا يجون على الساعه. الشيء المميز في هذه الزو ان الحيوانات في يونكم، هذا الشيء ما نشوفه العاده في الحدائق. اوكي هدوا اعصابكم. وهذا الغنم غنم عربي، واللي راسه اسود من السودان. وايد طيبين، يحبون الناس، ما يحبون يزهر. ما ادري وين راحوا، ايش راحوا؟ هذا الكانجرو اللي قاعد نشوفه لونه ابيض، هو من استراليا. ليش لونه ابيض؟ يسمونه البينو كانجرو، من كذي لونه ابيض. بس مشكلته يخاف، كنا نبي نلعب وياه شوي. بس هو بالضبط نفس الكانجرو، نفس الشيء، بس انه لونه ابيض. الشيء المميز بعد انه في منه الوان احمر ورصاصي. وهذه اذا تعود على الشخص اقدر حتى اشيله على كتفي وامشي فيه اليف، يعني ما يسوي شيء. طبعا شيء مميز بعد في ارمن زو انه موجوده هذه الحيه الاليفه، تقدرون تاخذونها تصورون وياها. انا ازعم عادي، بس انا من داخل ميت من الخوف. لا عادي، يعني ناخذ على الوضع شوي شوي. واكيد يعني كل شيء مميز موجود هنا في الارمن زو. انا ابيها شوي تمشي. اذا روحي هناك ايش لك ترجع ورا؟ وهاي الحية اللي علينا هي وايد أليفة، اسمها بايثون سنيك، ومو سامة بدر، لا تخاف. مو سامة، واللي يحب يصور وياها أطفال مدارس خصوصا دائما يجون هني، فمثل ما احنا نصور وياهم ويصورون وياها. اوكي؟ شنو شعورك ويا الراس يمك؟ شعوري الراس يمي يعني لا يوصف، صراحة لا يوصف. سلام. الحين عطى. سلام. ايوه. اذا هذه كانت جولتنا اليوم. وين نروح؟ وايد استانسنا الصراحه، ما قصرت. شكرا، يعطيك العافيه. انا اقول يا بختك، يعني عايش في هالمكان الحلو.
ففعلا كانت جوله حلوه في ارمنزو، خصوصا ان الجو حلو يساعد ان الواحد يزور بالضبط. حيوانات. والحين خلونا نرجع للاستديو. طبعا جوني من فصيله الببغاوات سوري مو بغبغاء طيور. اوكي يلا هذه الجمل العربيه. خلينا نصور عشان نروح البيت. نور شعورك؟ ما عندي شعور. يعني شعورك اهون مني لان الحلج عندي.